بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هذا الخبر يعتبر بشرى كبيرة جدا وإنجاز طبي للمملكة العربية السعودية، يعد الأول على مستوى العالم. ليه؟ لأنهم قاموا بحل مشكلة علاج أنيميا البحر المتوسط جينيا بالتعديل الوراثي. من المعروف أن أنيميا البحر المتوسط من أخطر أنواع الأنيميا، وبيكون سببها خلل في جين وراثي بيخلي الهيموجلوبين في النهاية غير قادر على حمل الأكسجين، والمريض طبعا بيحتاج إلى نقل دم باستمرار. ويعني مشكلة ليست بالمشكلة الطبية الصغيرة، تمام؟ يعني زي كده ما يقولوا ملهاش حل يعني إلا بالتقنية الوراثية. وطبعا تفاصيل المرض إن شاء الله أعمل عليه فيديو قريبا، ولكن إحنا هنا في هذا الخبر المفرح لكل الوطن العربي بصفة عامة وللمملكة العربية السعودية بصفة خاصة، حيث أن هذا الإنجاز قام فريق بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني باستخدام العلاج الجيني كاسكيفي عبر تقنية التعديل الوراثي كريسبر لعلاج مريض يبلغ من العمر 13 سنة. هذا المريض مصاب بأنيميا البحر المتوسط، طبعا كان كل 3 أسابيع يذهب للمستشفى لعملية نقل الدم، ولكن بعد زراعة الخلايا الجينية اللي هي بتعمل عملية تعديل وبتخلي الهيموجلوبين أو بتجعل الهيموجلوبين يقوم بمهامه الطبيعية، طبعا تماثل الحمد لله للشفاء وغادر المدينة الطبية. وطبعا المملكة بتستعد لاستخدام المزيد من هذه العلاجات الجينية المتقدمة بإذن الله قريبا لعدد من المرضى المصابين بالأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط. وطبعا ده شيء بيعزز مكانة المملكة في التقدم الطبي. 1000 مليون مبروك هذا الإنجاز الطبي الكبير للمملكة العربية السعودية وأيضا لجميع المرضى. يا ريت اللي ما يعرفش هذا الخبر أو اللي أول مرة يسمعه ويعرف حد، يا ريت يتواصل مع يعني الجهات المختصة بعلاج هذا الأمر، وإن شاء الله ربنا يشفي كل مريض. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.